هكذا في عيد الأضحى سنة التكبير في أيام العشر من دخول الشهر، من أول ليلة من شهر ذي الحجة على ليلة العيد، على يوم العيد، على أيام التشريق، 13 يوم كلها تكبير في شهر ذي الحجة من أول الشهر إلى غروب الشمس من اليوم 13 كله تكبير. لكن في يوم عرفة وما بعده يكون تكبير مقيد ومطلق، يكبر تكبير مقيد بعد الصلوات الخمس، ويكبر في بقية الأوقات المسلم والمسلمة الرجل والمرأة بعد صلاة الفجر يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق تكبير أدبار الصلوات وفي بقية الزمان، يعني في إنها بقية النهار والليل في منى وفي غير منى في المدن والقرى والصحاري والسفر السنة التكبير للمسلمين رجالا ونساء. وكان ابن عمر وابو هريره رضي الله عنه يخرجان ايام العشر الى الاسواق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام يعظم عند الله العمل فيه من هذه الايام العشر، فاكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وبهذا يعلم ان التكبير مشروع في العيدين، في عيد الفطر جميعها وفي صباح يوم عيد الفطر إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة، وفي شهر الحجة من أول الشهر إلى غروب الشمس من اليوم 13 كله تكبير. لكن في الخمسة الأيام التي هي 9 والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في شهر الحجة يجتمع فيها التكبيران المطلق والمقيد. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.